ابو تركي جاني سؤال اوله في الخاص. ايوه. يقول اول شيء سلم لي على ابو تركي السلام الكثير. سلمك وياه. ثاني حاجه لو انه عزم ايوه. وقدم له المعزب مفطح، كيف يعرف الرخل من الخروف؟ كيف يعرف الرخل من الخروف؟ يقولها بس جواب مقنع. هي في الصينيه. نعم. ما تعرف وش الفرق بينهم، ما بينهم فرق مره الا اذا كانت شاة تعرفها، بس لما طلي ولا رخل وعمرهن واحد ما تفرق بينهم مره. خلنا نقول عمرهن 7 شهور مثلا او 6 شهور. ما تفرق بينهم مره نهائي. لان السؤال الشق اخر. ايش هو سؤال؟ يقول طال عمرك لو انه عرف انه رخل، ايوه، يركب الضيف او يركب المعزب حق، ليش ذبح لي رخل؟ بالنسبه لنا احنا والله نذبح من اذنه، الرخل والخروف نذبح. اهم شيء انها طيبه بس. الله. وفي قبائل ترى عندهم سلم مختلف. نحترم السلم بس. نعم. يعني وش السلم المختلف يعني؟ الرخل ما يذبحونها، عيب، ما ياكلونها، وما عيب ذبحتها، يعيبونها اتوقع. السبب وراء ذلك والله ما ادري، بس حنا في سلمنا نذبح من اذنه والله، ونحترم العادات والتقاليد. نعم، القبائل كلنا عادات لهم عادات وتقاليد. بس انا عندي معلومه يا ابو تركي الان. ايوه. ان يعني في الرخل عذروب عند بعض القبائل، يعني انها تذبح للضيف او تذبح للثلاجه مثلا. عندهم فيها، قد سمعت فيها. سامع شيء انت؟ انا والله اني جالس مع واحد من اخوياي وتناقشنا في الموضوع ذا. ايوه. قال شوف والله لو اني جيتك مسير وذبحت لي رخل، انه اخر ما بيني وبينك. طيب وش السبب؟ وش قال؟ ما في سبب ولا في شيء، اهم شيء لا تذبح لي رخل وبس، لا تذبح لي رخل مره. لا. تحس انه يعني اني مسوي له مصيبه اذا ذبحت لها الرخل. وانا والله لو انه يجيني ضيف لغش فيها. لا علي الحرم لغش فيها. قبائل عندهم نحترم عاداتهم وتقاليدهم، ولكن كلها نعاون من الله. والله انها نعم صدق.